يلا كيسالينا من موسم مولاي عبد الله. هو خرج لنا واحد الموسم عاوتاني، موسم بن عجيبه، وفعلا داكشي اللي فيه عجيب. الشيخ ديال هاد الزاويه تيقول على نفسه ولي صالح، وسميتو محمد بن مهدي بن عجيبه، من واحد الزاويه سميتها قريه الزميل في ضواحي مدينه طنجه. هاد السيد اللي منصب نفسه ولي من اولياء الله الصالحين، هو الشيخ ديال الزاويه بن عجيبه. ولحقاش هاد الشيء عجيب، فبزاف الناس كياخذوا من عنده البركه ويبوسوا ليه يديه ورجليه وكيديروا ليه استقبال ملكي. كنلقاو ناس في متوسط العمر، كنلقاو عيالات، رجال، شباب، رجال كبار، كلهم كيتحناو كيبوسوا ليه الرجلين. حنا في بدايه المواسم دابا، يلا كيسالينا من موسم مولاي عبد الله أمغار، جا موسم بن عجيبه، البارح كان موسم مولاي إدريس زرهون، من بعدو غادي يجي موسم سيدي علي بن حمدوش، من بعدو غادي يجي موسم الشيخ الكامل، ومن بعدو رقراقه، ومن بعدو وبزاف ديال المواسم. بلا ما تستغربوا المغرب مشى بعيد، ولا كيتصدر المركز الاول في الشرك والسحر والشعوذه والالحاد. الشوهه ديالنا ولات عالميه. عندك يصحب لكم هاد المواسم هي عشوائيه. انا نعطيكم واحد الاحصائيات. وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه كتقول في اخر احصاء دارته في سنه 2019 ان عدد الزوايا والاضرحه 7000 زاويه وضريح. كتقول انها كاينه انشطه يوميه او اسبوعيه او سنويه في هاد الزوايا والاضرحه. طبعا هي كتدعم هذا النشاط وكيحرك الاقتصاد الوطني. وحنا كنشوفوا هذا الشيء في المواسم، كنلقاو هبات ملكيه، ميزانيه صحيحه كتصرف على الزوايا والاضرحه. وما نهضروش على الليلات، هذوك التيران اللي كيذبحوا سواء كان في الضريح او في الزاويه او في اماكن مخصصه للذبح لغير الله. كنهضروا على هاد الاموال الطائله اللي كتصرف على السحر والشعوذه والشرك بالله. هاد المواسم اللي ما كتساليش، كنلقاو موسم تابع موسم، وخاصة في الأشهر الحرم. ومنين كتقرب ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، كنلقاو كتكثر المواسم، الذبايح والأضحية لغير الله. كنلقاو موسم مولاي عبد الله، موسم مولاي إدريس، موسم سيدي علي بن حمدوش، مولاي بوعزة، أحمد وموسى، سيدي رحال، موسم عبد الرحمن. هاد المواسم شوفوا شحال كتصرف عليه هذه الفلوس. خصنا نعرفوا أن هاد المواسم كلها اللي كتدار راه عندها مردود اقتصادي قوي. من كنهضروا على الموسم شحال غادي يجيو ليه ديال الناس. منين كنلقاو ناس عندهم مراكز مهمه في الدوله، فنانين، وكيامنوا بهاد الخزعبلات، كيديروا الليلات، كيطلبوا الفلوس، كيطلبوا الشهره، الشيطان. وداك الشيء اللي صرفتيه في هذيك الليله غادي يكون المردود ديالو على داك الفنان او داك التاجر او هذيك الشخصيه المعروفه. فتخيلوا بلادنا فين واصله. الزاويه او الضريح ديال مولاي إدريس زرهون، كنلقاو في وسط الضريح كنلقاو الغناء، كنلقاو التبرج، الرقص، وفي نفس الوقت كيذكروا اسم الله، كيذكروا الامداح. هذا الشيء مخلط فيه الدين مع المدح مع الفسق ولينا كنلقاو طوائف غريبه كتحس انهم من العصر الجاهلي، بحال واحد الفئه يقولوا على نفسهم انهم طائفه الكركريه. ما عرفناش هاد المصيبه منين جاو. كيقولوا شي كلمات غير مفهومه، اللبس ديالهم غير مفهوم، ما كتعرفهمش بعدا شنو هو المنطق ديال ديك الحركات اللي كيديروا. كيقولوا على نفسهم انهم صوفيين يتعبدون الله، ولكن الحركات ديالهم، لبسهم، طريقه الكلام ديالهم كتقول عكس هذاك الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله. الشيء اللي كيديروه راه بزاف. الزاويه ديال سيدي علي بن حمدوش وسط الضريح كتكون الموسيقى وكيبداو الطقوس الشيطانيه. اول حاجه بالحضره، الوجه ديالهم كيتبدل وسط الحضره، كتبقى تشوف واحد التصرفات غريبه. كاين اللي كيجي كيبقى يضرب راسو بالشاقور، كيخشي داك القطيب ديال الحديد في عينيه، كيبقاو يتحيروا، وكاين اللي كيبقى يشد الدم وكيرميه على راسو. قسما بالله لو تشوفوا داك المنظر غادي تقولوا حنا ماشي دولة إسلامية. هاد الشيء تيكون في أيام مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وما نهضروش كما قلت لكم على الليلات اللي كيبداو من دابا اللي باغا تخدم التشواف غتبقى تقاد الامور ديالها من دابا. توجد الذبيحه، غتوجد الطبق، وغادي تمشي تكري تما واحد الدار وغادي تبقى دير فيها الطقوس يوميا. هذاك الشيء اللي كيديروه في الطواليطات، الماكله اللي كطيب مسوسه، الالوان والاغاني اللي كيديروه باش يستحضروا الجن، كيطلبوا المال والخدمه والعز والشهره من هادوك الليلات، كيستحضروا ملوك الجن.
هاد الشي كامل كيوقع في الموسم. للأسف هاد الشي كيضر في الخاطر. كل ما كنقولوا بلادنا راها كتقدم وكنفرحوا كنلقاو هاد المجموعة ديال الأوباش. هاد الطقوس وهاد المواسم راها كتجيب ليهم الفلوس وملايين صحيحة ما يمكنش يتخلاو عليها. 3 الأنواع ديال الناس كيكونوا في الموسم كما قلت لكم. الأولين هما الشرفاء الحافظين لكتاب الله، وهذوك الناس في حالهم ومحترمين. كاينين واحد النوع اللي تيقولوا على راسهم أنهم زهريين، وهم في الواقع تيكونوا متلبسين من شياطين، وهما اللي كيقولوا أنهم كيعالجوا السحر الأسود وكيخدموا القبول وكيبطلوا السحر، وشفناهم بزاف في السوشيال ميديا، وكما تيقولوا كيديروا حوايج ربانيين على أساس أنهم هم ملائكة. ايوا شوف العجب. وكاينين هادوك الشرفة اللي كنلقاوهم برا تيقولوا على راسهم هم ولاد الميمة، واللي مجدوب واللي بوهالي، كيبخوا بالمطايب وعندهم قدرات خارقة، كيدخل القطبان في عينيهم ما كيوقع لهم والو، كيضربوا راسهم بالشاقور، تيقولوا على راسهم هم راه عندهم البركة وهذاك الشيء من عند الله. استغفر الله العظيم. وكاينين واحد الفئة هم الشوافات، اصلا هم بائعة الهوى. باش كانوا صغار ما تيشرفوا ما تيبقى عندهم ما يدار، تيمشيو كيوليو يخدموا تشواف. كتمشي كتهز واحد الطبق والذبيحه وكتدي الزياره لسيدي علي. سيدي علي الحفره كتمشي كتطلب الجواد وكتبقى تقول الناس راه انا هاد الشيء ماشي الخاطري وانا بجوادي، وداك النصب ديالهم. وإلا لاحظتوا كثروا بزاف هاد الشرفات، كثروا بزاف هاد الروقات، كثروا بزاف هاد المعالجين، السحر كثر بزاف، كلشي ولا مسحور، كلشي ولا كيعالج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلا هاد الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. تبرج العيالات والبنات، حتى واحد ما بقى كيحشم، لا نخوة ولا رجولة بقات في الرجال، انتشار الربا، أكل الحقوق، أكل مال اليتيم. راه فعلا راه خاصنا فتح إسلامي جديد. الناس كفرات، راه ما بقاش عندهم الفرق بين الحلال والحرام. وحذرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة ياسين الآية 60-61: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.